الآن سنتحدث مع خبير الزلازل الياباني يوشينوري موكووري، والذي لديه خبرة واسعة عن الزلازل في اليابان. أهلا بكم من جديد. في اليوم الأول للزلزال أدليتم بتصريح صادم لا يمكن أن ينساه أحد منا. قلتم بأنه وقت وقوع الكارثة يمكن للناس أن يشعروا بالندم، ولكن من المستحيل أن تعفو الأبنية عن الأخطاء البشرية التي تحدث في عملية إعمارها، وبالتالي تتحول فورا هذه الأبنية إلى قبور لنا. في هذا اللقاء أنا متأكدة من أنكم ستدلون بتصريحات مهمة للغاية وتحمل قيمة عالية للمشاهدين، ولكن قبلها أود أن أطرح هذا السؤال: ما هو السبب الرئيسي لهذه الكارثة التي نعيشها اليوم برأيكم؟ هذا الزلزال يعتبر الأشد قوة منذ زلزال عام 1939، ويعتبر أيضا الأقرب إلى سطح الأرض على عمق 7 و14 كيلومتر، كما أنه وقع في نفس الوقت وكان على شكل هزتين عظيمتين بنفس الشدة تقريبا. أما الذي كان في عام 39 كان على عمق 30 كيلومتر، أي أبعد تحت سطح الأرض. ومع اجتماع عاملي الشدة والقرب لسطح الأرض بالطبع ستكون الخسائر كبيرة جدا، ولكن في نفس الوقت شاهدنا على وسائل التلفزة بعض الأبنية على سبيل المثال لم تسقط، فيها طبق أو صحن واحد حتى على الأرض، بمعنى أنها لم تتأثر تماما. دعينا نشبه الذي حصل بقطعة الكيك أو الإسفنج، وضعنا عليها شمعة وفي نفس الوقت وضعنا على سطح صلب آخر شمعة أخرى وثبتناها جيدا. في حال قمنا بهز قطعة الإسفنج ستسقط الشمعة مباشرة وستحرقها، لكن الموجودة على سطح صلب وقوي لن تتأثر بهز قطعة الإسفنج. هذا يفسر سبب بقاء هذه الأبنية وعدم تأثرها بالزلزال. سأفصل لكم أكثر، ولكن أعيروني انتباهكم جيدا، فكل كلمة سأقولها في هذه الدقائق المعدودة مهمة للغاية. نقطة حساسة جدا ومعيارية، وهي أن المهندس المعماري بالقدر الذي يتقن فيه بناء المبنى يكون المبنى قادر على تحمل أشد أنواع الكوارث الطبيعية. هذا الحال عندنا في اليابان، هذا هو الحال عندنا في اليابان، ولكن في تركيا الوضع مختلف تماما. يؤسفني أن أقول هذا، الذي يبني الأبنية عندكم هم المقاولون وليس المهندسون المعماريون، وهذا خطأ فادح للغاية، خطأ فادح للغاية. عندنا في اليابان يشترك 3 أشخاص في إنشاء المبنى: المهندس المعماري والمدني والمقاول، يكون له الدور الأقل أهمية المقاول. لكن في تركيا بالعكس. دعيني أقول لك حتى أن الجزار يمكنه أن يبني مبنى، ولكن هل سيبنيه وفق الأسس والحسابات الصحيحة؟ هل يمكنه أن يحمي 500 أو 1000 إنسان سيعيش في هذا السكن؟ سيدتي الكريمة، إن أي خطأ ولو بسيط يمكن أن يرتكبه المهندس المعماري أو المدني سيكون ثمنه أرواح المئات بل الآلاف من البشر. النقطة الثانية، أنتم عندكم من يريد أن يدرس الهندسة المعمارية أو المدنية يدرس 4 سنوات. في تركيا كل من يتخرج من الهندسة المعمارية يصبح مهندس ويمضي عقد التوظيف مباشرة بعد التخرج. لكن في اليابان هذا الشيء غير موجود عندنا، فلا يعني شيئا أنه درس 4 سنوات أو 5 حتى. فمن بين كل 100 خريج هندسة عندنا نختار 5 أو 7 فقط ليصبحوا مهندسين معماريين ليعملوا في هذا المجال، 5 أو 7 فقط، وذلك بعد إخضاعهم للتجارب العملية اللازمة ليكتسبوا الخبرة على أرض الواقع بعد التخرج. مثل الأطباء، الطبيب بعد تخرجه يدخل مرحلة أخرى وهي التدريب العملي، وهذه تستغرق سنوات أيضا. الطبيب لو أخطأ أثناء العملية سيؤدي ذلك إلى موت شخص واحد، لكن كما قلت أن المهندس المعماري لو أخطأ سيموت المئات بل الآلاف من الناس.
برأيي أنكم تقولون نقاط حساسة ومهمة جدا. الأطباء هم تاج رؤوسنا، ولكن لو أخطأ الطبيب بالفعل يمكن أن يتضرر مريض واحد، ولكن المهندس المعماري أو المدني لو أخطأ ففي رقبته المئات من الناس. أيضا هناك موضوع مهم جدا، وهو أن المهندسين الحاصلين على المركز الثاني بعد اختيارهم وخضوعهم لاختبارات صعبة في اليابان يسمح لهم بإنشاء المباني الصغيرة فقط الصغيرة، مثل النوادي وغيرها. أما البنايات الشاهقة وناطحات السحاب وغيرها لا يسمح لهم أبدا بإنشائها مدى الحياة.